لو انا بقدر اتمرن تمرين بول اب على الاقل 3 عدات، هديك تركايه بنت جنيه هتعملها يوم تمرين الظهر، هتساعدك حرفيا انك تعمل انفجار في عضلات اللاتس. طب يا كابتن، يعني اتمرن عقله ولا اتمرن لات بول داون؟ اتمرن السحب العالي ولا اتمرن بول اب؟ اعمل ايه؟ هعرفك. نيجي بقى لتمرين العقله. في الاماكن العسكريه تمرين العقله تمرين ليه احترامه، لانه بيعبر عن قوه الجزء العلوي للجسم، بل ان في بعض الاماكن ممكن يتحدد اجازات المجند على حسب عدد عدات العقله اللي بيقدر يعملها، وده من قوه التدريب واهميته للجزء العلوي. اول حاجه هتقف تحت البار المخصص للعقله، هتمسك البار بقبضه اوسع من اتساع الكتف بقيمه قبضه تقريبا، هتسحب نفسك لأعلى لحد ما صدرك يوصل للبار. بمجرد ما وصلت للبار تبدأ تنزل لأسفل ببطء وبتركيز، لأن ده مهم جدا في التدريب. خليني بقى أتكلم عن مميزات تمرين بول أب. تمرين بول أب من أهم التمارين لعضلات اللاتس، تمرين قوي جدا وهيساعدك إنك تطور الجزء العلوي بالكامل. تمرين مهم لان عضلات البطن كمان بتشتغل في التمرين ده كعضلات مسؤولة عن التوازن. ده غير كمان انك سهل تتمرن التمرين في اي مكان، لانه مش محتاج ادوات كتير مقارنة بتمرين لات بول داون على جهاز السحب العالي اللي محتاج ماشين وجيم عشان تقدر تتمرن التمرين. عيوب تمرين العقلة: عدة واحدة صحيحة هو شيء صعب بل وشبه مستحيل لبعض اللعيبة او لبعض المشتركين. مش كل المشتركين عندهم القوة انهم يأدوا عدة عقلة او عدة بول اب صحيحة بنسبة 100%، وده لانه اما ما اتمرنش على تمرين العقلة او ما حاولش ان هو يتمرن بول اب. وتمرين البول اب عشان تقدر تنفذه بشكل صحيح لازم تدخل برنامج تدريبي منظم يطورك في تمرين البول اب. وانتظروا باذن الله فيديو عن ازاي تبدأ تمرين بول اب من الصفر لحد ما تبقى بروفيشنال في التمرين. طب يا كابتن، يعني اتمرن عقلة ولا اتمرن لات بول داون؟ اتمرن السحب العالي ولا اتمرن بول اب؟ اعمل ايه؟ هعرفك. لو انت مش بتقدر تعمل 3 عدات بول اب، يبقى انصحك انك تستمر على تمرين لات بول داون، لانه هيبني لك عضلات ظهر قويه هتساعدك بعد كده انك تتمرن بول اب جيد. لو انا بقدر اتمرن تمرين بول اب على الاقل 3 عدات، هديك تركايه بنت جنيه هتعملها يوم تمرين الظهر، هتساعدك حرفيا انك تعمل انفجار في عضلات اللاتس. اول حاجه لما يجي دور جهاز اللات بول داون، هتاخد ال3 عدات بول اب اللي بتقدر تعملهم، بعد كده هتدخل على اللات بول داون تكمل تفجير في عضلات اللاتس زي ما هتشوف دلوقتي بالظبط في الفيديو. بناخد العدات اللي بقدر اتمرنها، لو انت بتقدر تلعب 3 4 5 ايا كان العدد، بعد كده تاخدها سوبر ست مع جهاز لات بول داون. كده يبقى انت استفدت من تمرين العقله ومن تمرين لات بول داون، ودمجت التمرينتين في بعض يوم تمرين الظهر. لو عجبك الفيديو، لايك، شير، سبسكرايب، سيب تعليق بأي سؤال عايز تسأله وانا هجاوبك بإذن الله.